بيقولوا إن الأهلي عايز صفقة. طب شوف اللاعب ده، لورنسي شانكلاند، لاعب قوي جدا في الدوري الاسكتلندي، وفرقته طبعا التالت على الدوري الاسكتلندي. وطبعا الدوري الاسكتلندي نادي كبير ولاعيبة كبيرة ودوري قوي يعني. فلورنسي شانكلاند لاعب متألق جدا الموسم ده مع فريقه اللي هو محتل المركز الثالث، وفي خلال 21 مباراة سجل 15 هدف وصنع هدفين. انا قلت اقترح اسم اللاعب لورينسي شانكلان على اداره النادي الاهلي، لانه فعلا الصفقه اللي بتنقذ النادي الاهلي. زي ما انت شايف ده راس حربة، هداف مهاري قناص، اي حاجه بيوصل بيسجل بيهدف. ولاعب على ترانسفير ماركت قيمته هتتفاجئوا، لان اللاعب مهاراته وامكانياته اللي موجوده في الدوري الاسكتلندي هو احد نجوم الدوري الاسكتلندي. طبعا الدوري الاسكتلندي دوري كبير. اللاعب بكل الهيلمان ده، ولاعب عالمي جدا، احسن من اللاعيبه كتير، اللاعيبه البرازيليين اللي معروض على النادي الاهلي. هي اصلا ما سجلتش ولا هدفين ولا ثلاثه خلال الموسم ده، لكن اللاعب ده مسجل اكتر من 15 هدف وصنع هدفين، يعني مشارك في 17 هدف خلال 21 مباراة في الدوري الاسكتلندي. طبعا اللاعب قيمته على الترانسفير ماركت مش هتتخيلوا، لا تتعدى ال 800 ألف يورو. لاعب زي ده بإمكانياته وبقدراته ما يتخطاش المليون يورو مع النادي الأهلي. يعني لو النادي الأهلي هيتفاوض على اللاعب ده هيجيبه بمليون يورو بس. اللاعب طبعا عنده 27 سنة، بيلعب مهاجم راس حربة صريح زي ما انتم شايفين. ولاعب بصراحة يعني هي دي الصفقة اللي تنقص النادي الأهلي من ناحية التهديفية والمهارية، لأنه لاعب بيسدد وبيشوط وبيعمل كل حاجة في الملعب، ولاعب متواجد وراس حربة، الراس الحربة اللي النادي الأهلي بيبحث عنها. في كل مميزات راس الحربة، التوقع عنده ممتاز جدا، ولاعب هداف. هو طبعا اتألق خلال الموسم ده بشكل لافت جدا في الدوري الاسكتلندي، ولاعب من افضل اللعيبه الموجوده في الدوري الاسكتلندي خلال هذا العام. طبعا قلنا مسجل 15 هدف، وزي ما انتم شايفين ان هو بيسجل بكل الطرق، وبيعرف يتحرك في ال 18 كويس جدا جدا، واهدافه زي ما انتم شايفين تشهد له. طب بص يا صاحبي، اللاعب ده ولا اللعيبه اللي معروض على النادي الاهلي ب 2 3 مليون، وبيقول لك موليكا ب 7 مليون و8 مليون، اللاعب ده قيمته لا تتعدى ال 800 ألف دولار أو ال 800 ألف يورو. فلاعب زي ده بصراحة فلتة في الدوري الاسكتلندي، وأكيد هيرضى إن هو يجي النادي الأهلي، لأن إمكانياته وقدراته ممتازة جدا، وأكيد هيرحب إن هو يتواجد في النادي الأهلي. للمقابل المادي الكبير اللي هياخده من النادي الأهلي، اللي هو مش هيكون كبير على الأهلي، يعني هي بالنسبة له هيكون كبير، واللي تواجد النادي الأهلي في كأس العالم. وزي ما انتم شايفين راس حربة فعلا، النادي الأهلي عايز راس حربة زي اللاعب لورينسي شانكالاند. لاعب ممتاز جدا جدا، ويا ريت يا صاحبي تقول لي رأيك في اللاعب. وبعد ما تقول رأيك في اللاعب في إمكانياته وقدراته العالية جدا، عايزك تقارنه بجاكسون موليكا اللي طالبين فيه 8 مليون، واللاعب لورينسي شانكالاند لاعب موجود جدا وممتاز جدا في الدوري الاسكتلندي، وقيمته لا تتعدى المليون يورو. قيمته على الترانسفير ماركت هتكون موجودة قدامكم في الصورة، لا تتعدى 800 ألف يورو. يعني لاعب هيبقى هجام جدا وممتاز جدا، والاهلي مش هيدفع فيه مبالغ كبيره. وطبعا زي ما انتم شايفين اللاعب متواجد راس حربة مثالي للنادي الاهلي، هو ده اللي يكون هجام وهداف بكل الطرق، بيسجل وبيصنع وطبعا بيهدف. لان بقول لكم 15 هدف ومصنع هدفين في 21 مباراة، يعني مساهم في اكتر من اعتبر هدف في كل مباراة مع فريقه طبعا. وطبعا هو منافس قوي في الدوري الاسكتلندي في المركز الثالث هو وفريقه. فبس يا صديقي، ده كان اللاعب لورينسي شانكالاند اللي انا بتمنى انه يكون متواجد في النادي الاهلي، واتمنى اداره النادي الاهلي ان هي تبص على لاعب زي ده، او لاعيبه كتير متواجده في انديه وبطولات مغموره ولكن امكانياتها قويه. فبس يا صديقي، ده كان فيديو النهارده، فما تنساش تقول لي رايك تحت في اللاعب، وتعمل لايك واشتراك، وسلام.